الفيسبوك. قوات الأمن كانت موجودة وحالت دون وقوع أي أعمال تخريبية، كما قامت بإيقاف العشرات من المشاغبين. تجمعوا بالعشرات ليصلوا إلى أكثر من 200 ملتحن، سلاحهم مجموعة من السكاكين والسيوف وبعض الشعارات ومخطط دقيق لمقر قناة نسمة من الداخل، وتعلتهم نصرة دين الله. الانطلاقة كانت من بلاس باستور وشارع فلسطين نحو مقري قناة نسمة، وكان الهدف حسب ما وقعت الدعوة المسبقة إليه في الموقع الاجتماعي فيسبوك هو التخريب والاعتداء بالعنف وصولا إلى القتل والتفجير. وجاء هذا كرد فعل على عرض فيلم بيرسيبوليس على نسمة ليلة الجمعة، وهو من إخراج الإيرانية مارجين ساترابي، وكان قد تحصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، وقد عرض كذلك مئات المرات بتونس في أيام قرطاج السينمائية وفي القاعات وفي نوادي السينما. هذا وتوجه المتعصبون من جميع المناطق والولايات ليقتصوا من مؤسسة إعلامية شعارها حرية التعبير والرأي وقبول الرأي المخالف. ولحسن الحظ أن قوات الأمن كانت تطوق المكان، حيث فرقتهم وطاردت من فر منهم لتلقي القبض على عدد كبير حاملين لأسلحة بيضاء ومنشورات وسيوف وخرائط لمقر قناة نسمة، ويلقبون أنفسهم بجماعة الخلافة الإسلامية القوة القادمة. جيت من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه اللجنة تاعي. مظاهرة سلمية ومروحة. مظاهرة سلمية بالعنف والحجار وكل؟ بالعنف، مانيش بالعنف، أنا راكب في تاكسي فهمني شدوني. راكب في تاكسي شدوني. لو أنت جيت باش تعمل مظاهرة ولا راكب في تاكسي؟ هي راكب في تاكسي ماشي للمقر وكاو. المقر باش يعملوا فيه مظاهرة. هو الخلافة الإسلامية تبعتك هذه؟ لا ماشي قادمة؟ لا ماشي. بربي هي لحظة برك لحظة برك بربي لحظة برك. يوم الأحد 9 أكتوبر سيتم التجمع في مونبليزير على الساعة 11 مقر النسمة بعد إعلان علام من الزيتونة. لا هبطت ندور، أنا مشيت للبارك ليسبيرونس باش نتفرج في الكورة غاديك. وباعتراف بعض منهم وإنكار الآخر تم إحالة الموقوفين إلى بوشوشة، حيث تم إخلاء سبيل من ليس له علاقة بالتنظيم الغير مرخص له، وتم الاحتفاظ بالباقي حتى تجرى التحقيقات اللازمة. إطار أمني من إدارة أمن إقليم تونس. الأطراف اللي كنتوا تشاهدوا فيها تو هي مجموعة من الأطراف ومجموعة من الأشخاص حاولت معناها القيام بأحداث شغب واعتداء على مقر إحدى القنوات التلفزية الموجودة بوسط العاصمة. احنا وزارة الداخلية ما عندناش مشكلة مع حتى تيار فكري أو تيار ديني أو تيار عقائدي، احنا نقف معناها على نفس الخط من جميع التيارات ومن جميع الأحزاب ومن جميع التوجهات. عندنا مشكلة كان مع أي طرف يحب يقوم بأحداث عنف ولا معناها اعتداء على الأشخاص والممتلكات. بالنسبة للأطراف اللي تم إيقافهم، من ثبت تورطه ويقع استشارة النيابة العمومية وتأذن معناها بما تراه صالح، ومن ثبت أنه ما قامش بحتى أعمال نتاع عنف ولا تخريب ولا تكسير معناها سيقع إطلاق سراح. أيام قليلة تفصيلنا عن الموعد الانتخابي الذي انتظره التونسيون لأكثر من 23 سنة من القمع والاستلاب والدكتاتورية، ولكن لنا أن نتساءل عن مدى استيعاب البعض لمفهوم الديمقراطية والحرية